فبسبب عراقة الشعب الكردي وثراء وعراقة اللغة الكردية، رغم افتقار شعب كردستان لدولة، ومع ذلك فإن اللغة الكردية هي إحدى أهم اللغات الحية في العالم. على سبيل المثال، فالمجلة الفرنسية لي فرانسي دانس لي موند اختارت هذه المجلة المختصة باللغات في عام 2008 في عددها 355. اختارت هذه المجلة اللغة الكردية كلغة حية من ضمن 88 لغة عالمية، حيث جاءت اللغة الكردية في هذا التقييم في المرتبة 31 من بين 88 لغة في العالم، لغة حية في العالم، بينما جاءت لغات شعوب أخرى لها دول ولها كيانات سياسية بعد مرتبة اللغة الكردية، حيث على سبيل المثال اللغة البيلاروسية تأتي في المرتبة 32، قلنا اللغة الكردية تأتي في المرتبة 31، اللغة البيلاروسية تأتي في المرتبة 32 بعد اللغة الكردية، اللغة الرومانية تأتي في المرتبة 34، اللغة الهندية الهنود نفوسهم مليار و200 مليون، اللغة الهندية تأتي في المرتبة 37 بعد اللغة الكردية، اللغة البلغارية تأتي في المرتبة 39، اللغة الفارسية تأتي في المرتبة 40، اللغة الصربية تأتي في المرتبة 47. هذه اللغات كلها تأتي بعد اللغة الكردية، واللغة الفيتنامية تأتي بعد في المرتبة 54، والبشتو الأفغانية والأزبكية تأتي في المرتبة 58، والأفغانية البشتو الأفغانية تأتي في المرتبة 58. ولذلك نرى أن اللغة الكردية رغم عدم وجود دولة تطور وتحمي هذه اللغة، فإنها تأتي في المراتب العليا من اللغات الحية في العالم. هناك أيضا قاموس ويكيبيديا. قاموس ويكيبيديا هذا مشروع موقع إلكتروني عالمي للويكيبيديا لترجمة الكلمات بأخذ معانيها وعمل تفاصيل معاني الكلمات. في هذا القاموس فيأتي تسلسل اللغة الكردية في المرتبة 9 في العالم، حيث هذا القاموس حسب التقييم، هذا تقييم قديم قبل 3 سنوات، كان عدد الكلمات الكردية في هذا القاموس الإلكتروني 730,691 كلمة، والتي تضعها كما قلنا في المرتبة 9 من بين لغات العالم، حيث أن اللغة الكردية تسبق كلا من اللغة السويدية واللغة الهولندية أيضا، ويعمل على تنظيم وإضافة كلمات جديدة لهذا القاموس الكردي 6888 شخص يعملون، و33 مستخدم من هؤلاء هم نشطون باستمرار
في العمل على تطوير هذا القاموس الكردي. في هذا القاموس تأتي اللغة الإنجليزية في المرتبة الأولى، وثم تأتي اللغة المالاغاسية. اللغة المالاغاسية هي واللغة الفرنسية هما لغتان رسميتان لجمهورية مدغشقر. وثم في المرتبة الثالثة تأتي اللغة الفرنسية، وفي المرتبة الرابعة اللغة الروسية، وفي المرتبة الخامسة اللغة الإسبانية، وفي المرتبة السادسة اللغة الإسبانية، بينما تأتي اللغة التركية في المرتبة 20، اللغة الكردية في المرتبة 9، اللغة التركية تأتي في المرتبة 20 في تسلسل هذا القاموس. تأتي اللغة الفارسية في المرتبة 44. قارن بين المرتبة 9 للغة الكردية ومرتبة 44 للغة الفارسية. اللغة العربية تأتي في المرتبة 45 مقارنة بالمرتبة 9 للغة الكردية. فنرى أن في هذا القاموس أيضا اللغويون الكرد نشطون، وبسبب ثراء اللغة الكردية فيضيفون باستمرار كلمات جديدة إضافية لهذا القاموس. وطبعا هذا مقاس أيضا يعتبر معجم، حيث ليست الكلمة لوحدها بل أصل هذه الكلمة ومعاني هذه الكلمات.